كان استاذ باسم عم يحكي لي مشان شخصيه ثانيه. نعم. قلت له لا انا ملاقي حالي هون. امرأة وزوجها نعم. عايشين ضمن الظرف الأزمة السورية. نعم. وبس. فقط. هلا سعادة عبد اللطيف عبد الحميد فيني وبعبد المنعم بالتصوير كانت بتكفينا لنراهن على نتيجة فيلم تكون منيحة. كملي لكن كملي، عم بسمعك كملي. يعني ما يمكن شغفي محبتي، يعني لما قريت له الدور على الورق كثير كنت مبسوطة فيه. ايه فالحمد لله بالتصوير حتى الممثلين زملائنا من اللبنانيين تفاجئوا انه برافو كيندا، بس كثير اشتغلت يعني، لانه انا حريصه، انا بحب مهنتي كثير وحريصه اكون موجوده صح باي دور بشتغله، شو ما كانت سويه الدور، المهم انا اكون عم بشتغل عليه وانا مبسوطه من جوا، لحتى الناس لما تشوفني عن جد تصدقني، يعني تعيش الشخصيه معي، تعيش الدور معي، تعيش الحاله معي. بالفيلم عملت صدى فوق ما كنت انا متوقعه. ومع انه وقت انا قريت الورق كان استاذ باسم عم يحكي لي مشان شخصيه ثانيه. قلت له لا انا ملاقي حالي هون. فلما اشتغلت الدور اشتغلتهم من جوارح كثير كنت مبسوطه. طيب كيف عشتي هالشخصيه بمنطقه محاطه بالالغام بالقذائف؟ هي كانت اصعب شيء بالنسبه لي، انه اعيش او اوصل صوت امراه سوريه ما بيوصل لمازوت، ما بيوصل لخبز، في صوت كثير، يعني ما بعرف اذا انا بحاله التحضير قدرت اوصل جزء كثير بسيط، اذا انا قدرت اوصل هذا الجزء البسيط فبكون انا كثير سعيده.